واحدة من أجمل وأقدم القرى اللي تنجم تشوفهم في الجنوب التونسي. القرية هذه اسمها قرماسة وأصلها بربرية. تبنيت القرية هذه في القرن الرابع عشر، يعني عندها تقريب 600 سنة، على أيادي الشرفاء من المغرب الأقصى. من داخل الديار كل بريس كيف حيط الفوقاني تلقى على شكل قوس، وعلى الحيط تلقى رموز كما الأشكال، نجوم يدين وساقين وحتى نقاط. هذه اللي كانوا يخبيوا فيها الماكلة ولا القمح. وكانوا عندهم بيوت لتخزين المحصول، وعندهم زادة معاصر متاع زيت زيتونة تقليدية. من بين الزوج جبولات متاع القرية هذه عملوا جامع مزيان برشا. الجامع هذا بنيوه من بعد ما بدات القرية تزدهر، وفي العرس كما تشوفوا عاملين زخرفات مختلفة على شفناهم في الديار الأخرين. حتى واحنا نكتشف في جبولات الجنوب نجمو نهبطوا سريتنا عادي مع تونسي تيليكوم، خاطر واحسن ريزو موبيل في تونس الكل. من غير ما تنساو باش تتابعوا الباج متاع اتصالات تونس باش تنجموا تكتشفوا معنا البلاصه الجايه.